اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. النهارده بقى زي ما شفتوا معانا عاملين طاجن ايه بسلة باللحمة يستاهل بقكم. النهارده نزلنا السوق وجبنا حاجة البيت، ودلوقتي هنبدأ ايه بالصلاة على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، تعالوا اشتركوا في القناة واكتبوا لي كومنت حلو وتصلوا على سيدنا محمد وتابعوني. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا الفطار على طول سهل وخفيف كده زي ما انتوا عارفين. بيض مسلوق وجبنة، ودي القرص كنت عاملاها معاكم بس طلعت ما شاء الله حلوة. وفطرنا ورجعنا ايه، كنت هنا بقى نزلت السوق، جبت ايه شوية توابل، وجبت الحمد لله يا رب جبت دي لوبيا وفاصوليا، وجبت بسلة عشان هنطبخها مع بعض النهاردة. زي ما انتوا شايفين كده كان سعرها النهاردة 30 جنيه، بس ما شاء الله حلوة لسه طازة بقى ايه. بشاير الشتاء زي ما انتوا عارفين، الخضار الحلو كله الطازة بيطلع في الشتاء. دي طماطم كانت الكيلو وربع ب10. وجبنا فراخ عشان بقيت ايه كام يوم لقدام. انتوا عارفين ما بنزلش السوق الا كل اسبوع او اقل. جبت هنا سبانخ عشان اعمل لكم السبانخ ان شاء الله، عشان ده ايه اوانها. السبانخ احسن سبانخ بتكون في الشتاء، وما بتطلعش غير في الشتاء، هي والقلقاس والبسلة. زي ما انتوا شايفين هنعمل مع بعض ان شاء الله النهارده طاجن ايه، طاجن بسلة باللحمة ورز بالشعرية وبالهنا والشفا يا رب. كان الغدا بتاعنا ده. يلا هنا بوريكم الفراخ. زي ما انتوا عارفين هنقعها الاول، غسلتها كويس جدا الاول 3-4 مرات نظفتها. ودي جديد جبتها في الصينية زي ما انتوا شايفين، حطيت عليها طماطم وهحط عليها ليمون. الحاجات دي محلول النقع ده بيحوش اي ريحة زفارة في الفراخ زي ما انتوا متعودين معايا. احط ليمون وطماطم ودقيق، معلقة دقيق ومعلقتين ملح، ونسيبهم بقى في المنوع بتاعها ده ساعتين ولا حاجة لحد ايه ما اي ريحة زفرة ان شاء الله ما تشمهاش في الفراخ بتاعتك. جربي الطريقة دي ان شاء الله وهتدعيلي. خلاص كده خلصنا وهنسيبهم بقى مع نفسهم. هنشوف بقى ايه هنعمل ايه هنا. بالصلاة على النبي هنعمل اللحمة بتاعتنا. شوحتها في معلقة سمنة الاول زي ما انتوا شايفين كده، وكنت مسخنة اللي هي كاتل المية. هنزل على اللحمة بمية سخنة علشان تسرع معايا ايه عملية السوا ان شاء الله زي ما انتوا شايفين. وهنحط بقى ايه الحاجات بتاعة الشوربة الجميلة بتاعتنا اللي بتخليها طعمها حلو وريحتها برضو حلوة زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. معانا طماطم وبصل وورق لوري وحبهان، وهننزل ايه اللهم صل على سيدنا محمد، هننزل بيهم على الشوربة. واشربي بقى ايه احلى شوية شوربة، وما تشوفيلهاش ريمة ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. هندخل بقى على ايه، كان عندنا بقى ايه التوابل اللي انا جايباها فضيها في العلب بتاعتها، كمون وكزبرة وفلفل اسمر. كنت جايبه ايه حبهان وورق لوري برضو زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. اللهم يا رب زد علينا النعم يا رب، اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. عايزين نصلي على سيدنا محمد. النهاردة الجمعة، طبعا جمعة مباركة عليكم جميعا يا حبيب قلبي. وطبعا ما يحلاش الايه الصلاة على سيدنا محمد زي ما وصانا طبعا يوم الجمعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيعي يا رسول الله. اكسروا من الذكر على سيدنا محمد يوم الجمعة بالذات، طبعا في اي وقت بس يوم الجمعة المستحب. تمام يا حبايب قلبي. هنا بقى ايه بعد ما الفراخ اتنقعت زي ما انتوا شايفينها بيضة وقشطة هي ما شاء الله عليها. هنعمل ايه بقى، هنحطها في الحاجات بتاعتها اللي هنشيلها في الفريزر. انتوا عارفين ان انا بعمل كام يوم كده لقدام علشان ايه ايام ربنا كلها حلوة، كل يوم نعمل اكل طازة بالهنا والشفا يا رب. خلاص كده يا حبايب قلبي طلعوا معايا 4 اطباق. كل يوم بقى ايه نطبخ اكل طازة بطازة زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله.
اللهم زدنا من نعمك يا رب. حبايب قلبي اللي عندي وشرفتوني ونورتوني وزدتوني والله العظيم. بحبكم في الله، وعلى راسي طبعا كلكم. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. هنا هندخل على الايه، على البسلة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. البصلة نخليها ايه تصفر معانا شوي. حطيت معلقة سمنة وحبة زيت ونزلنا بالبصل. البصلة ايه هتصفر معانا، هننزل بالطماطم زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. الاكل الفلاحي المصري بتاعنا لا يعلى عليه بصراحة، ما شاء الله. والبسلة برضو في الشتاء بتكون جميلة، وطبعا الناس بتخزنها للصيف، وانا برضو عادي بخزنها. برضو هبقى اخزنها معاكم بس اما ترخص معانا شوي. هي هنا بس لسه البشاير بتاعتها ايه هل علينا كده. كل سنة وانتوا طيبين. خلاص كده يا حبايب قلبي. هحط حبة سكر، لان معلقة سكر صغيرة عشان ايه حموضة الطماطم. تمام يا حبيبتي. خلاص كده هنسيبها بقى تتخدع مظبوط على نار هادية، وهنرجع ايه نشوف البسلة بتاعتنا. هنقعد بقى ايه نقشر البسلة والجزر. البسلة بتحطي معاها جزر، واللي عايز بيحط برضو بطاطس، بس انا ما بحبش البطاطس في البسلة خالص. بحط عليها جزر بس، بسلة بالجزر. البطاطس دي حاجة تانية يعني، اللي عايز يحطها او يزود الطبيخ وكده يحط البسلة عادي، الجزر عادي على البسلة، مش هتقول لا طبعا. زي ما انتوا شايفين لونها اخضر وجميل ما شاء الله. وهنا الجزر هاخده اقشره واقطعه، مش هحطه كله عشان طلع كتير بصراحة. زي ما انتوا شايفين انا خلصت فصصت البسلة وخلصت الجزر. هنحطهم على بعض واشطفهم شطفة بسيطة وايه، ونروح بقى التقلية بتاعتنا كانت اتخدعت وبقت جميلة. طالما حطها على نار هادية هتلاقيها جميلة معاكي ما شاء الله. ونطرت الاقدام بتاعها اللي هي السمنة بتاعتها. خلاص كده تعرفي ان التقلية بقت مظبوطة معاكي. تمام يا حبايب قلبي. جربوا النهاردة طاجن البسلة باللحمة هيعجبكم جدا. قلنا بقى نعمل ايه شوية رز كده جنب الاكلة الجميلة دي، هتعجبكم ان شاء الله. هنا التقلية زي ما بوريكم كانت خلاص اتخدعت معانا وبقت مظبوطة. هننزل بالايه بالبسلة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. بالهنا والشفا على قلبكم يا حبايب قلبي اللي يجرب الوصفة بتاعتي النهاردة دي. بسلة بالجزر وشوية رز بالشعرية، والحمد لله يا رب. فضل ونعمة من عندك، اللهم دم علينا يا رب ايه كرمك يا رب العالمين. هنعمل بقى شوية رز. هنحمر الشعرية على طول كده معاكم عشان ما اطولش عليكم. زي ما انتوا شايفين حمرتهم وغسلنا حبة الرز على قدنا، وهننزل بيهم ايه على طول على ايه على الرز. نقلبهم ونحط حبة ملح علشان الرزاية تشرب من السمنة بتاعتنا كويس. نسيبها دقيقتين 3 كده لحد ايه ما تعمل بالسمنة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. حبة الملح هنسيبها دقيقتين ونطش بقى الرز. وبالهنا والشفا يا حبايب قلبي على قلبكم. النهاردة كان يوم خفيف وبسيط وروتين بسيط النهاردة بين الغدا والفطار. خلاص كده خلصنا. دي البسلة كنت بقول لكم داخلة على السوا عشان هحطها في طاجن ان شاء الله هتاخد وش في الفرن. بسم الله ما شاء الله. شكلها كان يفتح النفس. دي اللحمة بتاعتنا كنت سلاها وخلاص ما خدتش نار معايا خالص. بسم الله ما شاء الله استوت بسرعة. ننزل بالبسلة على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص كده يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. بالهنا والشفا على قلبكم يا رب. هنجيب الطاجن بتاعنا بقى عشان ننزل بايه بالبسلة واحطها تاخد وش زي ما قلت لكم. خلاص كده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كانت استوت خلاص، بس هتاخد بس في وش في الفرن. واحط لها معلقة سمنة علشان تكون ايه مظبوطة معانا. وبالهنا والشفا على قلبكم يا حبايب قلبي. يا رب الفيديو يعجبكم النهاردة ويكون خفيف على قلبكم، واكون انا ضيفة خفيفة على قلبكم يا رب. اخواتي في الله بحبكم قوي والله.
شرفتوني ونورتوني. خلاص كده يا حبايب قلبي، يا رب تستفيدوا مني بأي وصفة أنا بعملها وأكون خفيفة على قلبكم يا رب. خلاص كده أنا خلصت، هحطها بس في الفرن ونرجع نقدم الغدا، وبالهنا والشفا يا رب. يكون الوصفة بتاعتنا تعجبكم النهاردة. تمام يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله كان لونها حلو. وكمان الطاجن حطيتها في الطاجن لان الطاجن بيخلي طعمها حلو اكتر برضو، يعني جربي الحتة دي. وساعات بستسهل برضو والله بصراحة، وهحطها كده في طبخ عادي يعني كده وكده تغيير. خلاص كده نقدم الغدا بسم الله ما شاء الله. عملنا رز بالشعرية، وعملنا طاجن بسلة باللحمة، والحمد لله فضل ونعمة. وكل اكل ربنا حلو والحمد لله يا رب. خلاص كده الغدا بتاعنا النهاردة بالهنا والشفا يا رب، واجعله عامر دايما يا رب، وما تحرمش منكم يا رب. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامة حبايب قلبي، اشوفكم على خير.